السلام عليكم ورحمة الله. الخطيب يوجه ضربة قوية للزمالك في ملف كهرباء وتجديد موعد مشاركته. أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر عن تخطيط القلعة الحمراء لتوجيه ضربة قوية إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك في ملف أزمة محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الفريق. وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن هناك تواصل بين إدارة النادي الأهلي مع محمود كهرباء، وذلك من أجل توفير بعض الحلول في أزمة الغرامة، خاصة أن الزمالك أصبح لديه حق الحصول على أكثر من 50 مليون جنيه، وأن هناك تواصل بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي مع محمود عبد المنعم كهرباء من أجل الاتفاق على المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه الأهلي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يملك محمود كهرباء الجزء الآخر من الغرامة؟ الأهلي يسير في اتجاه نحو عدم دفع قيمة الغرامة سواء بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، وذلك حتى لا يحقق نادي الزمالك أي استفادة من وجود سيولة مالية في فترة الانتقالات القادمة في ضم صفقات جديدة، رغم أن الفريق الأبيض ضم 10 صفقات في انتقالات الصيف. من هنا يعتبر محمود عبد المنعم كهرباء من العناصر التي يترقب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر رفع الإيقاف عنها في الفترة المقبلة، وذلك للدفع به في المباريات. ومن هنا يجيد محمود عبد المنعم كهرباء اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي، وهو ما يمنح مارسيل كولر حلول كثيرة في المستطيل الأخضر.